الاهلي النهارده بينجد ويجمع القطن ويعملوا مخدات صغيره كده وينام مبسوط جدا بعد اداء ولا اروع، ومباراه كانت حلوه جدا من قبل لاعبي الاهلي بالكامل والمدرب كمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بيكم. معاكم احمد الجزار وفيديو جديد على اليوتيوب. اتمنى في الاول تعملوا لايك وكومنت وما تنساش تشترك في القناه دعما منك ليا، ونخش على مباراه النهارده. نخش على طول. الاول كده يا جماعه، في بعض الزملكاويه واعلاميين الزمالك اللي طالعين يقولوا ان القطن الكاميروني ده ملهوش لازمه وملوش في الكوره اصلا، وكانك بتلعب مركز شباب. احب اقول لك يا صديقي، انت لو مكاني صدقني مش هتكسبه ولا هتعرف تكسبه. انت ما كسبت الشباب بلوزداد ولا كسبت المريخ السوداني، مع ان انت كنت بتلعب شباب بلوزداد هنا على ارضك، ولعبت المريخ السوداني بره ارضهم كمان في ليبيا، وبرضه ما كسبتهمش. المريخ السوداني مش اقل مثلا من القطن الكاميروني، او القطن الكاميروني مش اقل من شباب بلوزداد. يبقى ما تتكلمش وتقول لو الزمالك كان كسبهم 5 و6. حبيبي احنا بنلاعب برضه حاجه اسمها الكاميرون عندهم منتخب وعندهم كوره وعندهم لعب، مش اي حاجه وخلاص انت تطلع تسوق فيها عشان الاهلي كسب النهارده 3-0 مع الرأفة يبقى تطلع تقول كده. الاول قبل ما تتكلم على الاهلي اتكلم انت على فريقك، اتكلم على مستواك، اتكلم على وضعك في افريقيا. وضعك دلوقتي اللي في افريقيا بقى في الارض يا صديقي. معلش اخواتي الزملكاويه المحترمين اللي يطلعوا يتكلموا او يقولوا ليه بتتكلم كده وتقول كده، ده رد على الزملكاويه اللي مش كويسين، اللي بيقولوا ان الاهلي برضه كسب يلا بالبركه كده وخلاص. القطن ده ملوش 60 لازمه اصلا، والقطن ده ضعيف جدا وكانه بيلاعب مركز شباب. واعلاميين، وانتوا عارفين مين الاعلاميين اللي تطلع تقول الكلام ده، سواء بقى كابتن خالد الغندور، سواء برضه كابتن رضا عبد العال اللي هيطلع يقلل من انجاز الاهلي النهارده والفوز بتاعه قصاد القطن الكاميروني. وطبعا احنا شفنا كابتن رضا عبد العال، انا مش عارف يا كابتن رضا انت مصر ليه تحبط اللعيبه وتقلل منها ومن شأنها، اللي طلع قال برضه على مروان عطيه انه لعيب اي كلام ومستواه بان دلوقتي. مروان عطيه هيفضل جامد يا كابتن، مروان عطيه صفقه حلوه جدا والكل عارف، بس عشان الزملكاويه ما خدوش مروان عطيه وجه الاهلي، فعشان كده الزمالك بتطبل مع حضرتك كمان وتقول ان مروان عطيه اي كلام. هتطلع تقول النهارده بعد اداء القندوسي مع القطن الكاميروني ان القندوسي ده برضه ملوش فيها، والقندوسي ده برضه يلا النهارده كان بيلعب اداء متوسط وعمل جول وعمل اسيست برضه عادي، يعني ايه المشكله؟ والزملكاويه برضه هيطلعوا، لان قبل كده المستشار قال ان القندوسي ده لاعب عادي. لا احب اقول لك والله القندوسي عمره ما كان عادي ولا هيبقى لاعب عادي. الزمالك كانت هتموت على القندوسي، بس الحمد لله هو اختار الاهلي، وهيفضل الاهلي هو رقم 1 في افريقيا كلها وفي مصر. فمحدش يقلل من انجازات الاهلي بعد اذنكم، لان الاهلي انتوا عارفين قيمته. ان شاء الله احنا دلوقتي مجموعتنا بقينا في تحسن كبير جدا فيها. الاهلي بقى 4 نقط دلوقتي في المركز الثالث، اللي فوق مننا على طول كمان الهلال السوداني ب6 نقط، بعديه صن داونز ب7 نقط. فوضعنا لسه كمان ان شاء الله في الماتشات الجايه ضامنين 90% لحد دلوقتي. مباراه القطن القادمه ان شاء الله هتكون برضو فيها 3 بونت الاهلي، كده 7 بونت ضامنينهم. الحاجه الوحيده اللي لازم تاخدوا بالكم منها، طبعا الكلام ده للاعيبه الاهلي وجمهور الاهلي، ان مباراه صن داونز القادمه ان شاء الله اللي هتكون في جنوب افريقيا لازم على الاقل نطلع متعادلين فيها، ما ينفعش نخسر. هتقول لي ايه انت خايف من قدرات الفريق بتاعك؟ اقول لك انا عارف ان صن داونز قويه جدا وتعتبر هي مصنفه بعد الاهلي في افريقيا كلها. فصن داونز بتلعب كوره، بتلعب كوره. لازم نحاول ان احنا على الاقل خالص نطلع في ماتش صن داونز ده متعادلين، ناخد البونت، وكمان صن داونز تاخد البونت، تبقى كده 8 نقط وانت 7 نقط، يبقى كده وضعك اتحسن ان شاء الله. نطلع تاني مرتاح. وما تقلقوش على ماتش الهلال، الجماعه الهلاليه طبعا اللي قاعدين ما صدقوا في اخر ماتش الاهلي تعادل فيه مع الداخليه، يقولوا ان الاداء بتاع الاهلي بينزل كل ما يروح. احب اقول لك ان شاء الله هنرجع ونحط عليكم تاني وهنكسبكم ان شاء الله هنا، ومحدش ساعتها هيقدر يفتح بقه او يتكلم. ليه؟ لان الاهلي هيفضل رقم 1 في افريقيا طول عمره، ومحدش هيقدر يعلى على الاهلي مهما حصل. اخويا دلوقتي لو انت لسه بتشوفني لحد دلوقتي وما عملتش لايك، اقسم بالله هزعل، والله العظيم هزعل. عارف ليه؟ لان عيب والله العظيم. يعني النهارده احنا عملنا مخدات حلوه، وكمان كان في حاجات كده يعني من القطن المصري الحلو طويل التيله ده، عارفه اللي بيقولوا عليه دايما، العالم كله بيقول عليه ان هو حاجه حلوه. يعني تعمل لي لايك يا عم وتعمل لي كومنت كده تشجيعا منك، وما تنساش بقى تشترك في القناه. والله لسه جديد، انا عارف ان القناه ممكن تشوفها دلوقتي حوالي 300 وحاجه مشترك، بس برضه يعني محتوى، يعني ادعمني لسه جديد في القناه والله. المهم يا اخويا، النهارده ان شاء الله طبعا جماهير الاهلي كلها مبسوطه، والناس مبسوطه جدا باداء الاهلي. المباراه كانت
حلوه جدا في الشوط الاول. الشوط الثاني كان ممل بطريقه كبيره. كولر عمل كل حاجه كويسه في الماتش، اللعيبه عملت اللي عليها. النهارده طبعا يعني محمد طاهر كان شكل تاني خالص في المباراه، عمل 2 اسيست. القندوسي جاب هدف، عمل اسيست لعلي معلول. علي معلول عمل الاسيست، كان الجون الثالث. والجون الثالث من الشباب، شباب الاهلي وناشئين الاهلي. وما احلاه شباب الاهلي اللي النهارده كانوا فعلا باينين جدا في الملعب وباينين في الاداء، وكانت حاجه حلوه يعني تبين وتطمن جمهور الاهلي ان شاء الله لسه في ناشئين كويسين جدا في الاهلي وهيفرقوا جدا مع الاهلي الفتره الجايه. وفي الاخير يا صديقي انا مش عايز اطول عليك لان الفيديو ده كده على السريع ولسه في كلام بكره كتير ان شاء الله. فما تنساش ان انت تعمل لي لايك وما تنساش تشترك في القناه، وما تنساش كمان ان انت تكتب لي كومنت حلو كده تشجيعا منك. اشوفك على خير، السلام عليكم.